هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. اليوم رحت لعند جارتي فبدنا نساوي آيس كوفي. هي رحت تصلي الضحى وقالت لي ساوي الآيس كوفي، فاستغليت الفرصة وصورت لكم إياها. حطيت معلقتين نسكافيه ما عنا خفقة النسكافيه، ولكن حطيتهم بالقنينة مع معلقتين سكر، وحركت لان منيح منيح لتطلع الرغوة. حكولي شلونكن، شو اخباركن، بعيدا عن الفيديو الماضي اللي كله توتر وكركبة تبع النزلة على سوريا وهيك، فهذا الفيديو مليء بالراحة والحب ان شاء الله تعالى وهيك. ما رح وتركم معي. اليوم رح ساوي اكلة بامية خضراء. وشو كمان، ولادي حرام صرهم كتير عم ينقوا، بدهم يروحوا على البحر، بدهم يسبحوا، فكمان طلعنا على البحر. تابعوا الفيديو للأخير واشتركوا بالقناة، لطفا اشتركوا بالقناة، يعني ما بدهم مني إلكم، حفظتوا الدرس هي تبع لطفا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وهدول القصص، يعني لحالكم تلقائيا لازم تساووا لطفا يعني. تابعوا الفيديو للأخير وخليكم معي تشوفوا طبخة البامية. هاتوا لشوف شو مشروبكم المفضل بفصل الصيف، هل العصير الطبيعي، هل الآيس كوفي، شو بتفضلوا؟ والله يعني الحمد لله فضل رب العالمين، كله نعمة وكله طيب على الصحة والعافية. هون ما شاء الله صلوا على النبي أمانة، هدول زريعات جارتي مو زريعاتي، مشان بكرة ما تقولوا لي وين هدول الزريعات. ايه ما شاء الله، حبينا هيك نصور لكم. امان لا تطرقوا لي هون عين، قالت لي هلا بتطرقوا لي هون عين المتابعين، ها عم تحكي عليكم. صلوا على النبي يا جماعة. الشفرة بتصير. دوريها تدوير لنشوف في منهم بدوروها تدوير. يا إيدي بيدوروها هلا ما عم بدوروها. هات مشان نقول للمشاهدين في ناس بتدورها هيك تدوير تأمين، في ناس تقطعها هيك قطع. اكتبوا لي بالتعليقات انتم من الناس اللي هيك بدوروها تدوير ولا هيك بيقطعوها قطع، وشو بتفرق؟ يلي بيعرف يكتب لي بالتعليقات. حطي الكبير من الأساس لحاله والصغير لحاله، لأنه الكبير بينخبص. انتو كيف بتيبسوا البامية؟ هلا انا هون بتركيا ما زبطت معي تيبيس البامية. ليش؟ لان يمكن الجو عندي كتير رطوبة، فحطها هيك على الشباك نخليها لتنشف ونشكها هيك بالإبرة يعني والخيط تخيطها. ايه بس شو تعفن يعني، والله توصل للسنة الجاية تعفن يعني. بقى شلون انتو بتبونوا البامية؟
هذا الباميات. هاي الصغار الباميات الصغار، هاي الباميات الكبار. هلا انا غسلتها للبامية وصفيتها منيح وبعدين قليتها. قليت الصغار لحال والكبار لحال. قال عم تقلي حماتي انه الكبار بينخبصوا يعني غير الصغار. سبحان الله هون ببيعوا منا عنا مفرزة بالبيم وهيك، بس ما بتتاكل ابدا ابدا، يعني ابدا ما بتتاكل. صغيرة كتير كتير ويبسوها هي ويعني وقشرتها يعني من فوق راسها، يعني هي وراسها. هلا انا هون قليت لحمة، حطيت معلقة سمنة وقليت اللحمة، وبحب قلي دبس البندورة مع اللحمة، هيك بحسها أطيب يعني، هيك أطيب. هلا أنا أغلب مونتاجاتي بصراحة بالليل، يعني أنا حاليا هلا عم تجيلكن والله الساعة 3 بالليل، فأنا يعني بيفصل عندي الهاوس فما عاد بعرف بحكي، يعني شو بيطلع معي كلام والله ما بعرف. بقوا تحملوني هيك أيام بنسى شو بدي أحكي، يعني ما عاد تطلع مني الكلمة، وما بسخى والله اني احذف التسجيل وعيد من الاول. بقول يا بنت خلص كملي، يعني مالن غيرها، صاروا المتابعين منا وفينا تعودوا علي. حطيت دبس البندورة، لقيتها لسه يعني خفيفة، حطيت دبس البندورة كم يعني تقلتها، وحطيت البامية بعد ما غلت. البامية ما بدها كتير، يعني ما بدها كتير غلي. ليش؟ لأنه بتنخبس يعني بدها هيك غلوتين 3 دغري بتستوي، وخصوصي الخضرة ما مثل اليابسة. لك شوفوني كيف عم دق الثوم، لك ابني مضيع لي جرن الثوم والدقاقة، ما بعرف ليش بحب كتير يساويهم مثل الألعاب لإله. طبعا كتير بتشهي. وهي التومات هي شو يا حذركم، هي الكزبرة. ارفع ايدك لشوف، عم ندق الباب بس نحن عم نصور ما فاضيين نفتح. فاضيين نفتح. حط لها شوية كزبرة تانيات ندعمها بالكزبرة ونطفي تحتها. بربكم ما وصلت ريحة الكزبرة لعندكم؟ لك يعني أنا هالأكلة يعني سبحان الله ما كتير بشتهيها، بس يعني بشتهيها لا هي والملوخية للكزبرة الخضرة، والله طلعت بتشهي. دبس الرمان حطيت لها وكزبرة خضرة وتوم ومنسكبها. أغلب العالم بيساوي جنبها برغل بشعيرية بفلفلوا جنبها، بس أنا ولادي بيحبوا الرز أكتر من البرغل، نحنا من جماعة الرز يعني. بقى اللهم صل على النبي، والله سكبناها واكلنا، والله يعني كنت بشتهيكم، طلعت غير شكل. صوري لي هون، بدنا نعطيها هي للجارة. ايدك شوي ماما. هذا القلة مو الشعرة بس جيب لها صحن اكبر. شوفوا لي هالاكله بتاخذ العقل ما شاء الله، بتشهي. هلا نحنا بنحط لها هي الكزبره الخضراء، في ناس ما بيستخدموا الكزبره الخضراء محافظات، او ناس بحطوا الكزبره اليابسه. اللي بيحب يضيف عليها دبس رمان اكسترا، يعني انه يعني اكتر، في يحط دبس رمان تطلع غير شكل. طيب. للأسف ليكوا شو لقيت عندي هي الفراشة معفنة مرطبة ومعفنة بهالمطبخ المعفن كل شي عم يعفن هون. وهون عم نحمل اغراضنا. بدنا ننزل على سوريا بدنا نروح على البحر.
شعلت الضوء. هون الولاد كتير كتير جاي عبالهم يروحوا على البحر، في جوزي معه سيارة معلمه، يعني أخد إذنه وطلعنا فيه على البحر، والأجواء كانت بتجنن. صوت البحر مع النوارس مع ما شاء الله غروب الشمس، عن جد عن جد ما شاء الله تبارك الخلاق يعني على هالمناظر شو حلوة. ايه جبت لك العاب، كمان سيارة كبيرة صرتي اياها. كمان سيارة كبيرة. ما جبتهم والله يا ماما، ما جبتهم. لقيت معلقة شغالة. وهون بحب خبركم انه نحن قبرنا الفقر، ابني لقى معلقة شغالة ما فيها شي. وبعد ما أذن المغرب هون في مسجد رحنا صلينا بالمسجد. ما شاء الله هي أحلى شي هون شفته بتركيا، إنه بأي مكان وين ما كان المكان، أي مكان عام في غرفة هي المسجد للنساء. وبعد ما خلص مشوارنا هون الدنيا ليل، ولادي هيك جاي عبالهم أكلت حلو. ولادي ها مو أنا ما بحب الحلو أبدا، ولادي هن جاي عبالهم. فهون عندي زبدة، حطيت زبدة وشوية سميد عن جد عن جد، يعني كان كتير جاي عبالي شي أكلت حلو أو هيك، وما كان عندي أي شي أغراض أو شي. حاولت شوف مني اللي عندي، حمصت السميد مع الزبدة منيح هون. بعدين ما عندي حتى حليب، أنا بحبها بحليب أكتر. وبدال الحليب حطيت نسكافيه، عندي نسكافيه على حليب، حطيت نسكافيه على حليب. منيحة يعني، اسمها أكلت حلو بهالليل. اللهم صل على النبي. حطيت زبدة وحمصتهم منيح. وشو كمان بدي لكم شغلة، انه لا تغركن حياة اليوتيوبرز هي اللي بتشوفوها، انه نحن مثلا فيديوهاتنا عبارة عن مشاوير وحياة حلوة وطلعات وفوتات وشراية وهيك. يعني طبعا انا مثلا هذا الفيديو بجمع لكم فيه، يعني هلا مثلا مثل هي اكلة السميد، للصراحة مو بنفس اليوم تبع البحر، ولكن احنا بنجمع هدول الفيديوهات كلهم
بفيديو واحد مشان يطلع فيديو متكامل هيك يعني يبسطكم. اكيد انا ما رح انشر لكم والله انا عم بتخانق مع اولادي وانا عم عيط وانا عم ببكي وانا مثلا عم مر بظروف صعبة، او انا مثلا اليوم مالي طابخة لانه بيض وبطاطا، يعني مو ناقصكم هم لحتى نزيد همومكم. فنحن بنورجيكم بس يعني يمكن نهار من حياتنا الاسبوعية، بنجمع لكم كذا مثلا مقطع من كذا يوم. فاللهم صل على النبي، انا بحب لكم انه انا يعني حتى فتت على عالم اليوتيوب لعرفت انه هي المعلومة، يعني انه لا يغركم بس المظاهر، او انه تشوفوا انه هدول مقضيين شراية وهدول مقضيين مثلا عم يكسوا بيتهم. يعني بيكون الله اعلم الظروف يلي مارقين فيها او المشاكل. فاللهم صل على النبي، يعني هلا أنا كتير بمر معنا صعوبات، بصير معي مشاكل كتير كبيرة، بصير معي مشاكل صغيرة. أكيد ما حصور لكم يعني حالاتنا، يعني أسوأ حالاتنا، فحنورجيكم هيك الجانب المشرق شوي يعني من حياتنا. فاللهم صل على النبي، يعني هي قلت لحالي مشان ما تاخدوها انه يعني مثلا هلا في كتير ناس قاعدة ورا الشاشات، ايه ليكوا مثلا هدول ليكوا عملوا أكلوا ساووا ليكوا أكلهم هيك ليكوا مثلا. لا أنا بالنسبة لي عادي يعني، بس أنا عم بقيس على اليوتيوبرز الكبار يعني يلي مثلا بتفكروا إنه حياتهم أو روتينهم هو المثالي أو الحياة المثالية. لا طبعا كل إنسان الله باعت له هم وباعت له يعني شي على قد منه إنه يقدر يتحمله، يعني مصيبة أو أي شي يعني يقدر يتحمله. فلا لا تقيسوا حالكم بأي حدا، لأنه هي الحياة يعني 90% منها هي تمثيل، و90% منها هي عبارة عن مثلا ساعة أو لكم يعني 3 ساعات خلال الأسبوع كله. يعني انتوا عم تشوفوا ممكن ساعات من الأسابيع أو من الشهر. فأنا هي حبيت نوه عليها هي القصة، لأني أنا كنت أخذ هي الفكرة قبل ما أفتح قناة يوتيوب صراحة. هون أكلة الحلوة اللي طلعت معي هي قليت السميد بالزبدة، بعدين حطيت مي، بعدين حطيت فانيليا، ظرفين فانيليا، بعدين حطيت ظروفة نسكافيه على حليب عندي اياهون، لحالي مركي بتعطي هيك طعمة الحليب يعني، وحركتهم منيح. ومدري ليش خطر لي انه انا حسمكها شوي وحط لها اشقوان، فبتطلع بتشبه النابلسية. انا هيك خطر لي بصراحة، حطيت لها سكر وهيك قلت هلا بتطلع طعمتها نفس النابلسية. حطيت لها كل هدول وحطيت لها اشقوان، طلعت طيبة جدا جدا، بس ما بتشبه النابلسية ولا بتقربها ابدا ابدا يعني. اكلت حلو غريبة عجيبة بس مو نابلسية. والله جربوها طيبة يعني. وهي صارت أكلتنا جاهزة بنسكبها. هي يمكن أطيب باردة اللي احنا ما تحملنا أكلناها سخنة، أطيب باردة وعلى وشها هيك جوز هند، بظن بتطلع أكلة غير شكل. شوفوا لي منظر الأشقوان بيشهي، عن جد بتشهي. هيك إن شاء الله بيكون خلص الفيديو لليوم. يمكن طولت عليكم هذا الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعوا لي هيك دعوة حلوة من قلبكم. باينة بتشهي. كلش أوان بس ما بعرف اسكت، ما بتوقع لازم ناكلها باردة ولا سخنة يا ترى، ولا ما بعرف، بس من جوعنا حناكلها يمكن سخنة.